بالنسبة للناس اللي رجليها بتبرد في الشتاء وبتضطر إنها تلبس شرابات كتير حتى وهي نايمة، أو هم بيحبوا يلبسوا الشرابات في وقت النوم بالذات، وساعات كمان بيفضلوا لابسين نفس الشراب لما يصحوا من النوم وبيقضوا بيه بقى باقي اليوم، يعني بيكسلوا يقلعوه ويقولوا سقعانين. وفي منهم كمان اللي بينام بيه تاني يوم عادي جدا وبيكسل حتى إنه يغيره، لأن في ناس بتخاف تخلع الشراب ما يلاقوش رجلهم موجودة. ما هو أصل السقعان ممكن يتخيل حاجات بتوديه اللومان. طب السؤال هنا، هل لبس الشراب طول اليوم والنوم بيه ده شيء مضر بالصحة زي ما كانوا بيقولوا لنا واحنا صغيرين؟ شوف يا سيدي، الخبراء بيجاوبوا على السؤال ده وبيقولوا طبعاً لازم الرجلين تتنفس شوية، يعني ما ينفعش تفضل لابس الشراب لمدة 24 ساعة بحجة إنك سقعان. والخبراء بيقولوا كمان إن لبس نفس الشراب لمدة تزيد عن 24 ساعة متواصلة يمكن أن يؤدي إلى تراكم الرطوبة ونمو البكتيريا، طبعاً بالإضافة للروائح اللي مش لطيفة اللي هتعكنن على اللي حواليك برضه وهتضر بصحتك. والسبب في كده زي ما بيقولوا الخبراء إن القدمين بتحتاج للتنفس، كما أن ارتداء الجوارب لفترات طويلة دون منحها فترة راحة يمكن أن يحد من تدفق الهواء ويساهم في عدم الراحة، وبيتسبب في وجود مشاكل محتملة متعلقة بالقدمين، فطريات بقى وبكتيريا ضارة، خاصة بالنسبة للناس اللي بتعرق بصفة مستمرة، لأن في ناس بتعرق حتى وهي سقعانة عادي على فكرة. علشان كده الخبراء بينصحونا إننا بس نغير الشراب كل يوم، ويا ريت الشراب اللي بنخرج بيه يكون غير الشراب اللي بننام بيه، وربنا يكتر من شراباتكم ويجعله عامر بإذن الله، وكلنا نتدفى ومحدش يبقى سقعان. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.